خبر عاجل: توقيف المشتبه به في الاعتداء على رجل مسن بتوري باتشيكو. أعلنت إذاعة كوب الإسبانية في خبر عاجل عن إلقاء القبض على المشتبه به في قضية الاعتداء على رجل مسن يبلغ من العمر 68 عاماً في منطقة توري باتشيكو الواقعة بإقليم مورسيا. وتشير ذات المصادر إلى أن المتهم تم توقيفه بمدينة رينثيريا بينما كان يستعدل ركوب قطار متوجه إلى إيران في محاولة محتملة للفرار نحو فرنسا. هذا الاعتداء كان الشرارة التي أطلقت موجة من الغضب داخل الأوساط المحلية، خاصة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، بالنظر إلى بشاعة الواقعة وأثرها الإنساني. السلطات الإسبانية لم تصدر بعد بياناً رسمياً حول تفاصيل التوقيف، في حين تستمر إذاعة كوب في متابعة الحدث وتأكيد المعلومات من مصادرها الخاصة. أشعر بالخوف من العودة إلى هنا. ما حدث لم يكن عدلاً، بل كان عنصرية. في تصريح مؤثر عبر أحد الضحايا عن حجم الرعب الذي عاشه خلال الهجوم قائلاً: أشعر بالخوف من العودة إلى هنا. من هذا المكان كانت تأكل عائلتي. كنا نعيش بشكل طبيعي، نعمل كل يوم كعادتنا. وفجأة جاءني بعض الزبائن الذين كانوا يجلسون في الشرفة وأخبروني أن هناك مجموعة من الأشخاص المقنعين يقتربون. وتابع: كانوا جميعاً ملثمين، يحملون عصياً، بعضهم كان بحوزته سطور. أطلقوا علينا غاز الفلفل. لم أتمكن من النوم طوال الليل ولا حتى الأكل. وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن منفذي الهجوم من أبناء البلدة، أجاب قائلاً: لا أعتقد أنهم من أبناء البلدة. أبناء بلدي لا يمكن أن يفعلوا بي هذا. ما حدث ليس عدالة، بل عنصرية. تصريحاته تعكس الصدمة العميقة التي خلفها هذا الاعتداء، والذي فتح نقاشاً واسعاً حول تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العنصري في بعض المناطق الإسبانية، خصوصاً ضد أفراد من الجالية المغاربية. السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم أخوكم الحلمي في فيديو جديد. تم القبض على الشخص الثالث اللي تعدى على الرجل المسن الإسباني في توري باتشيكو خاصة بمورسيا. حاليا غادي يتقدم للعدالة وغادي ياخذ القانون مجراه، لكن السؤال المطروح بزاف ديال المغاربة خرجوا وجاوبوني في الفيديو اللي حطيت مؤخرا. قلت لكم على أنكم ما تمشيوش تهاجموا وتدابزوا مع الإسبان، لأنكم غادي تكونوا واحد ضحية وكبش فداء ديال هاد البروباغندا اللي دايرينها بعض الأحزاب. خرجوا بعض الكومنتات تقول لا السي الحليمي هذوك الناس كيدافعوا على العائلات ديالهم وبركه ما تلحاس الاسبان. صراحه هاد العباره اثرت فيه بزاف، وجيت نوضح ونشرح للناس على ان هاد السيد اللي كتب هاد الكومنتير في حد ذاته ما يقدرش يدخل في مواجهه، وهز غير تليفون مورا الشاشه ديالو كيكتب هاد التعاليق. اولا باش يحمي العائله ديالو كما كتقول، على انه خاصو يمشي ويلتجئ للقضاء ويدير واحد الدعوه وواحد الشكوى. وثالثا الا بغات مثلا الاخت او الاخ ديالو يمشي للعمل، يقدر يمشي معاه ويساندو حتى يركب مثلا في الطوبيس ويصيفطو للخدمه ديالو. ما غاديش يخرج مع مجموعه وبداو يواجهوا الاسبان ويواجهوا الشرطه الاسبانيه. هادشي كله غادي يؤدي به للسجن، طرد ونزع الاوراق وضياع مستقبل من بعد ما كان كيبني فيه لمده طويله، والعلم لله كيفاش جا. هانتوما كما كتشوفوا هذا الفيديو ديال هذا المغربي هذا دخلوا عليه المحل ديالو، هو فصيح العباره توقع على انني دخلوا عليا ماشي الناس ديال توري باتشيكو بل ناس اخرى اللي جايه كتهجم عليا، واللي دايرين واحد الاولتراس عنصريه كتهجم على اي مغربي واي عربي شافوا فيه الريحه ديال العرب او ديال الاسلام بصفه عامه، سواء داير درة لابس جلابه او عنده لحيه ممكن يقدروا يهاجموا. دابا هاد السيد هذا عنده مشروع ديالو، عنده ممتلكاته الخاصه، عنده اوراق الاقامه وممكن تكون عنده الجنسيه وعنده اطفال خدام عليهم. دابا هذا شنو خاصو يدير؟ يخرج يضربه هنا واخا تكون متعدي عليك، يعني هذاك ما خاصكش تضربو، خاصك تلتجئ للقانون، والا انت غادي تحاكم معاه بنفس المحكمه وبنفس القضاء، وغادي توليو تبادل الضرب والجرح، وهكا غادي تدخل للسجن. ولا دخلتي للسجن شنو كيقول القانون ديال الاكسترانخيري اللي مكتب الهجره؟ ممكن تاع لك الوراق، ممكن تطرد، وعلى حساب العنف وعلى حساب الدرجه ديال ديك الضرب اللي كان وديك العنف اللي كان تماك. اذا اخي يعني ملي تبغي تهضر مره اخرى اهضر بواحد الطريقه اللي عقلانيه وسلسه. وبعدو من القنوات اللي كتروج واحد كاتب لينا في واحد العنوان وحنا كنا سبوعه وولينا قطوطه، واش نبداو نتفرجوا فيهم كيضربوا فينا؟ وهذا خطا الاخوان. لا حنا ماشي قطوطه، انت لا تخيلتي راسك قط، راك قط اللي سبع راه سبع، ولكن
ولكن بعقلانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك المؤمن القوي هو في وقيته فاش كيتمن لك الاعصاب ديالو، يعني ما كينفجرش. داكشي علاش سيروا بعقلانيه ونحاولوا نبعدوا من هذه البروباغندا، لان حنا غير كبش فداء. وهادشي كله شكون اللي سخنوا فوكس. هاد فوكس هذا كما قلت في الفيديوهات السابقه على انه دارنا كواجهه وكمحتوى باش يضغط على احزاب اخرى مثلا كالبيسوي، وحنا عارفين الحملات الانتخابيه اللي قربات بغى يستعملها. ولكن كنطالبوا حنايا يعني صناع محتوى من هذا المنبر نقدر نقول لكم خاصكم تخرجوا وتدافعوا على المهاجرين بطريقه قانونيه، وفينا هما حقوق الانسان وفينا هما هاد الجمعيات اللي كيطبلوا. لان صراحه هادشي اللي كنشوفوه كيتعرضوا للظلم، الاستغلال والعنصريه والبروباغندا يعني اللي دايرين على المغاربه راه كبيره بزاف. داكشي علاش نتمنوا تدافعوا على دوك المهاجرين اللي خدموا سنوات وعاطين واحد الصوره اللي زوينه، ويعني وكيتقاتلوا ومكوتيزين هنايا ومبينين واحد الصوره على المغاربه، وفي الاخير كيتعداو عليهم. ممكن يكونوا غاديين في الطريق ممكن يتعدى عليه، وحنا ما غاديش نقول له جاوبوا بالرد وسيرت انت، هذا خطا. لان هذاك السيد رغم على انه مدوز سنوات طويله هنايا دابا راه ما يعقلوش عليه الشيء، غير يغلط يقدر يأذي راسو. داكشي علاش الاخوان كنحاول نوصل لكم الفكره، كنحاول نبين لكم الواقع كيفاش غادي، وديما نمشيو قانونيين وما نواجهوهمش ونبعدوا عليهم. هادشي كله مفتعل من طرف السياسيين، وهاد السياسيين غادي ترفع عليهم دعوات قضائيه كبيره، وحنا ما خصناش ندخلوا معاهم في هاد الحرب اللي نقدر نقول عليها حرب سياسيه وحرب عنصريه ضد المغاربه وضد المهاجرين، وخاصه الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا. اخي الفاضل، الا شتي شي قناه كتحرض بعد منها، الا شتي شي حزب كيهضر بديك الطريقه بعد منه. بغيتي تحمي راسك حنا عارفين الطرق كيفاش دايرين، دعوات قانونيه قضائيه بعد من الليل، بعد من الاماكن المشبوهه، لان هادشي حاليا راه كيغلي. كان معاكم اخوكم الحليمي، نشوفوا فيديو جديد. سلام.